السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب ان شاء الله تعالى. موعدنا النهارده في مراجعة شهر اكتوبر، رياضيات تطبيقية لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط، الترم الاول دفعة 2026. طبعا يا هندسة بعمل لك حصة مراجعة عشان امتحان شهر اكتوبر او شهر 10. حصة بسيطة ومش طويلة ومش بنركز فيها على الشرح قوي، لان بفضل الله تعالى الشرح لامم لك كل التفاصيل. احنا بنوفر الشرح ده وجزء التلخيص ان شاء الله في المراجعات النهائيه بتاعتنا. زي ما انت شايف، انت شفت حصص الشرح، حليت معايا الاخطر، حليت معايا المقالي، فباذن الله مش هيواجهك صعوبه خالص يا هندسه. طب انت بتركز على ايه يا باشمهندس في حصص النهارده؟ احنا بنحل نموذجين طبقا لمواصفات امتحان كتاب المدرسه. خلاص، نفس او امتحان المدرسه اللي هيجي لك ان شاء الله، نفس فكره الامتحان هي دي الاسئله. اسئله بتكون متوقعه ومهمه جدا جدا، وبفضل الله تعالى يا هندسه يعني شوف كده تعليقات زمايلك السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، هتلاقي ان بفضل الله المعظم من الاسئله، لان احنا يعني هو توفيق ربنا في الاول والاخر، بتكون موجوده من الاسئله دي او فكره قريبه منها بامر الله تعالى. خلاص، خلينا يا هندسه قبل ما نبتدي نعرف اصلا محتوى امتحان شهر اكتوبر في الرياضه التطبيقيه او في الاستاتيكا. كده كده احنا ما دخلناش في الفراغيه لسه. هيكون على ايه؟ طبعا من درس القوى او محصله قوتين لحد درس تلاقي خطوط عمل ثلاث قوى يا هندسه. طبعا ده بالنسبه، انا بتكلم على بالنسبه لكتاب المعاصر، دول كده يا هندسه اول 5 دروس. اعتقد درس الاتزان في كتاب المدرسه هو درس واحد، يعني 4 دروس من كتاب المدرسه، ولكن احنا بنتكلم على اول 5 دروس يا هندسه من كتاب المعاصر، يعني كل الاستاتيكا ما عدا جزء الاحتكاك اللي هو نزل من ثالثه ثانوي السنه اللي فاتت. طيب، زي ما قلت لك هنعمل ايه في حصه النهارده؟ هنحل 2 نموذج طبقا لمواصفات امتحان المدرسه، والنماذج دي موجوده في كراسه المعاصر الجزء الخاص بالامتحانات. طب هو نموذج كتاب المدرسه او الامتحان اللي هيجي لنا في المدرسه هيبقى شكله ازاي يا هندسه؟ امتحان التطبيقيه هم 8 اسئله فقط. 8 اسئله يا هندسه، مش اكتر من كده. طيب بتبقى تقسيمتهم 6 سؤال اختر و2 سؤال مقالي يا هندسه. زي ما قلت لك بتبقى اسئله مهمه جدا جدا ومتوقعه، وان شاء الله هيجي لك فكره قريبه منها. يعني هنحل في حصه النهارده 16 سؤال بس. مش متعودين منك على كده يا هندسه يا باشا، ما احنا فارمين. بص، انا دلوقتي واحد مخلص معاك الاخطر بالكامل، المقالي بالكامل. اي حد بيعمل لك مراجعه طويله هو بينتقي بعد الاسئله من الاخطر والمقالي، فانا مش عايز اعيد لك نفس الاسئله تاني، فبديك زي ما بنقول كده الخلاصه بفضل الله تعالى. فتعالى كده نسمي بسم الله ونشوف اول نموذج. يقول لي اثرت قوتان مقدارهم 8 و16 ثقل كيلو جرام. ممكن نسمي دي بعد اذنك قاف واحد ودي قاف 2. قياس الزاوية بينهما 120، يعني ليه ب 120 على جسم ساكن في حركاته. احنا دخلنا في الديناميكا ولا ايه يا هندسة؟ ما تشغلش بالك، افهمها بعدين. فإن الجسم يتحرك في اتجاه يصنع زاوية قياسها قد ايه مع القوة الصغيرة. هو دلوقتي بيكلمنا على القوة الصغيرة، والقوة الصغيرة اللي هي مين؟ قاف واحد. كلام جميل. يعني هو عايز منك ظا هاء واحد، حيث هاء واحد دي الزاوية مع القوة الصغيرة. قلنا طالما دي هاء واحد بنكتب هنا ايه؟ قاف واحد. حلو. وبنكتب في البسط قاف 2 جايه، لان احنا عارفين الظا جايه على جتا، زائد قاف 2 جتا ي. بس يبقى هنا لو ظا هاء واحد بنكتب قصادها القوه بتاعتها وبعدين بنكمل الباقي. طيب، قاف 2 اللي هي 16 جايه، يعني جايه 120 على قاف واحد يا هندسه اللي هي 8 زائد قاف 2 اللي هي 16 جتا 120. تمام جدا. هنحسب دي وهيطلع لك مفاجأة دلوقتي. 16 ساين 120 على 8 زائد 16 كوزين 120. هيطلع لك على الآلة ماث ايرور. يعني ايه يا هندسة؟ يعني المقام بصفر، وفعلا 8 جتا 120 دي بسالب 8. فأيا كان الناتج هنا هيكون عدد على صفر، وعدد على صفر غير معرف، يبقى ساعتها زاوية هاء واحد بيساوي 90 درجة. يبقى إذا القوة عمودية على الصغيرة، يعني عمودية على 8. تمام جدا. يبقى أنا بالنسبة لي إن هاء واحد بكام يا هندسة؟ هاء واحد بإذن الله تعالى 90. وركز على الفكرة دي عشان مهمة جدا جدا وبتقع مع الطلبة كتير. وتعال نشوف السؤال اللي بعده.
اللي بعدها رقم 2 بيقول لي إذا كان الجسم متزنا تحت تأثير القوى المبينة بالشكل فإن قيمة اله. والله يا هندسة هنا هنبتدي نطبق الاتزان، فهنعمل إيه؟ والله إحنا هنا هنستعمل قاعدة لامي بكل بساطة. قلنا دايما الزاوية ما بين رد الفعل والوزن، الزاوية هنا ده اهي 180 ناقص زاوية ميل المستوى اللي هي اهي. كلام عظيم. هندسة ده رد الفعل وده في اتجاه المستوى، ورد الفعل عمودي على المستوى يبقى عمودي على ده، يبقى الزاوية دي 90. قلت لك عشان تجيب الزاوية دي يا هندسة بكل بساطة بتعمل ايه؟ انت معاك 90 و180 يبقى 270. حلو. 360 ناقص 270 كام؟ 90. واللي يلغي السالب ه موجب ه يا هندسه، بس بكل بساطه من غير بقى ما تعمل هنا وتقول لي دي ه ويبقى تحت 90. قلنا بنجيب الطريقه دي. خلاص انا معتمد ان انت متابع معايا من اول السنه. كلام جميل. بس هبتدي اطبق قاعده لامي. هقول الوزن على جا الزاويه اللي قصاده يبقى الوزن على جا 90. خليك ذكي، خد برضو اللي فيها واو، خد اللي هي نص الوزن على جاه الزاوية اللي قصاده اللي هي جاه 180 ناقص ه. على فكرة عايز اقول لك ان انت خلصت. ازاي؟ جاه 90 يا هندسة بواحد، ودي 180 ناقص في الربع الثاني والجاه موجبة وال 180 ما بيغيرش، يعني دي كأنها جاه ه. هسألك سؤال، لو انت عايز توصل لجاه ه هتعمل ايه؟ هضرب الواحد في اللي قصاده، يعني واحد في نص واو بنص واو على اللي قصاد الجاه ه اللي هي واو. دي هتروح مع دي هندسه فيدي لي نص. شيفت ساين نص يبقى زاويه ه بكام؟ ب 30 درجه. يبقى زاويه ميل المستوى مباشره بكام؟ ب 30. ودي فكره مهمه جدا على المستوى المائل وبتيجي كتير قوي في الامتحان. اللي بعده بيقول لك قوتان مقدارهم ق وكاف، حيث القاف اكبر من الكاف وكانت اصغر واكبر قيمه للمحصله 5 و9 على الترتيب، فإن 5 ق ناقص الاثنين كاف. والله يا هندسة بكل بساطة احنا عارفين إن أصغر قيمة للمحصلة هي القوة الكبيرة ناقص الصغيرة لما يبقى القوتين متضادتين في الاتجاه. فالقوة الكبيرة اللي هي ق ناقص الصغيرة اللي هي كاف. قال لك إن القيمة أصغر قيمة ب5 يبقى دي ب5 يا هندسة. واكبر قيمه للمحصله هي مجموع القوتين لما يكونوا القوتين على نفس خط العمل وفي نفس الاتجاه. قال لك ان هي كام يا هندسه؟ قال لك ان هي 9. خلصنا. هنبتدي نجمع المعادلتين دول مع بعض. السالب كاف تروح مع الكاف، ق وق يبقى 2 ق و5 و9 14. نقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين نطير دي، يبقى اذا القاف 14 على الاثنين فيها 7. يبقى انا وصلت يا هندسه ان القاف ب7. عوض هنا مثلا عن القاف ب7 يبقى 7 زائد كاف بيساوي 9. هنودي دي الناحيه الثانيه يبقى اذا الكاف 9 ناقص 7 بكام؟ ب2. يبقى انا وصلت ان القاف ب7 وان الكاف ب2. الراجل عايز 5 ق يعني 5 في 7 ناقص يا هندسه 2 كاف يعني 2 في كام؟ 2 في 2. 5 في 7 ب35 ناقص 2 في 2 ب4 يبقى الإجابة 31. يعني بالنسبة لي يا هندسة الاختيار ب هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعد كده بيقول جسم وزنه 150 ثقل جرام متزن بربطه بخيطين متعامدين طولهما 60 و45 وطرف الخيطين ج وب على خط أفقي واحد، فإن ش 2 ناقص ش 1. طبعا هنا دي حالة خاصة، ده مثلث القوى العمودي. بناخد الضلع على أو ناخد القوة على الضلع العمودية عليه، بمعنى يعني ش 1 على الضلع العمودي عليها اللي هو أ ب، صح؟ مش أنا بالنسبة لي ش 1 هنا اللي عمودي عليها أ ب، وأ ب اللي هو كام؟ 45. هيساوي يا هندسة ش 2 على الضلع العمودي عليها. ش 2 أهو الضلع العمودي عليها اللي هو كام؟ اللي هو 60. هيساوي يا هندسة آخر قوة اللي هي 150. فين الضلع العمودي عليها؟ أقول لك أنا بكل بساطة مدي دي كده أهي مديتها على استقامتها يا هندسة، فدي هتبقى عمودية هنا لأن ده رأسي وده أفقي، تمام؟ يبقى أنا بالنسبة لي هي عمودية على باء ج، يبقى أنا عايز أجيب الباء ج ده، فهجيبه من فيثاغورس يبقى جذر 60 تربيع زائد 45 تربيع. هنحسب الحسبة دي، جذر 60 تربيع زائد 45 تربيع يا هندسة يبقى 75. يبقى أنا بالنسبة لي هنا كام؟ 75.
وطبعا 150 على 75 فيها الاثنين. يبقى اذا ش واحد يا هندسه اضرب 45 في 2 يبقى عباره عن 90 ثقل جرام. طب يبقى بالنسبه لي ان ش 2 يا هندسه يبقى 60 في 2 ب 120 ثقل جرام. طب الراجل عايز ش 2 اللي هي 120 ناقص ش 1 اللي هي 90. 120 ناقص 90 يا هندسه يبقى كام؟ يبقى 30 اللي هو الاختيار د. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أثرت القوى التي مقاديرها كذا وكذا 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 في نقطة مادية وكان قياس الزاوية بين القوتين الأولى والثانية 30 والثانية والثالثة 120 والثالثة والرابعة كذا، فين محصلة القوة؟ طبعا ده محصلة عدة قوى يا هندسة، وهنبتدي نحلها بطريقة سهلة جدا اللي هي قوة وإيه؟ قوة وزاوية. تمام جدا. معايا القوة 8 و4 جذر 3 و6 جذر 3 و14. بيقول لك هنفرض ان القوه الاولى زاويتها صفر. دي اول حاجه. بيقول لي بقى الزاويه ما بين الاولى والثانيه 30، ما بين دي ودي كام؟ 30 درجه. بيقول لك ما بين الثانيه والثالثه اللي هي دي 120. طب ما كده يا هندسه يبقى الزاويه ده اهي مع القوه الاولى كام؟ 120 و30 150 من غير ما نرسم. بعد كده بيقول لي بين الثالثه والرابعه 90، ما بين الاثنين دول 90. يبقى بالنسبه لي ما بين الاخيره دي والاولى كام؟ ال 150 دي زود عليها 90 يبقى 240 درجه. بس خلاص. هنبتدي نجيب محصله السينات. قوه جتا زاويه يبقى 8 جتا صفر زائد 4 جذر 3 جتا 30 زائد 6 جذر 3 جا 150 زائد 14 جتا دي جتا يا هندسه جتا كام؟ 240. خلاص بس هنحسب دي كده. يلا 8 كوزين صفر زائد 4 جذر 3 كوزين 30 زائد 6 بسم الله جذر 3 كوزين 150 زائد 14 كوزين 240. الكلام ده طلع يا هندسه بسالب 2. دي محصله السين. تعال نجيب محصله الصاد. قوه جا زاويه يبقى 8 جا صفر زائد 4 جذر 3 جا 30 زائد 6 جذر 3 جا 150 زائد يا هندسة 14 جا 240. يلا 8 ساين صفر زائد 4 جذر 3 ساين 30 زائد 6 جذر 3 ساين 150 زائد 14 ساين 240. طلعت يا هندسة بسالب 2 جذر 3. اللي يهمني ان هو عايز المحصله اللي هي عباره عن جذر س تربيع زائد ص تربيع، يعني جذر سالب 2 تربيع زائد سالب 2 جذر 3 الكل تربيع. جذر سالب 2 تربيع زائد سالب 2 جذر 3 تربيع تطلع ب4. يبقى قيمه المحصله ب4 اللي هو الاختيار أ. السؤال اللي بعد كده رقم 6 بيقول لي شروط اتزان مجموعة القوى المقابلة هي ايه؟ طبعا هنا يا هندسة انا معايا اكتر من قوة، انا معايا 4 قوى. عشان الاتزان يبقى محصلة القوى بصفر فاكيد مش هشتغل قوة وزاوية. لو انت ملاحظ ولمح كده القوة دي 10 والقوة 10 دول قوتين متساويتين في المقدار، الزاوية ما بينهم 90. تعال نجيب محصلتهم عن طريق القانون اللي هو 2 ق جتا يا على 2. يعني دي عبارة عن 2 في إحدى القوتين 10 في جتا نص الزاوية. هي الزاوية ما بينهم 90 يبقى دي جتا 45 يا هندسة. نحسب دي كده بسم الله. 2 في 10 في كوزين 45 تطلع معايا ب 10 جذر 2. خلاص يبقى أنا بالنسبة لي يا هندسة إن أنا المحصلة هتنصب دي، يعني دي 90 فهتبقى في النص كده يا هندسة. ماشي. يبقى أنا بالنسبة لي دي كده 45 ودي 45 وهنلغي القوتين دول ونحط مكانها كام؟ 10 جذر 2. جميل. طيب دي ق ودي ق دول قوتين متساويتين في المقدار، الزاوية ما بينهم 90. يبقى المحصلة بتاعتهم يا هندسة 2 في إحدى القوتين اللي هي ق في جتا نص الزاوية ما بينهم، الزاوية ما بينهم 90 يبقى جتا 45. يعني ده هتبقى عبارة عن 2 كوزين 45 هتبقى جذر 2 ق يا هندسة. وبرضه المحصلة هتنصف الزاوية ما بينهم بالشكل ده كده.
دي كده 10 جذر 2 اهي، وهنا هيبقى معايا جذر 2 ق، وهتلغي الاثنين دول. تمام. فانا اختزلت شويه القوه دي بكام؟ ب 10 جذر 2 هنا وجذر 2 ق هنا. طبعا الزاويه ده هي بتنصف، يعني دي 45 وده 45. اصبح القوه 10 جذر 2 والقوه جذر 2 ق، الزاويه ما بينهم دي كام يا هندسه؟ الزاويه ما بينهم 90، يعني قوتين متعامدتين. تمام. دلوقتي لو انا معايا قوتين الزاويه ما بينهم 90 متعامدتين، يعني المحصله هتبقى بصفر امتى؟ هل لو ق دي ب 10؟ خلي بالك لو ق ب 10 هتبقى دي 10 جذر 2 ودي 10 جذر 2، فالمحصله هتنصف، فساعتها مش هيبقى يا باشمهندس في اتزان، لان اتزان يبقى المحصله بصفر. كلام جميل. طب يا باشمهندس لو دي 10 جذر 2 هضربها في جذر 2 يبقى بالنسبه لي 20، دي 20 ودي 10 جذر 2، الزاويه ما بينهم 90. هحسب القانون المحصله عمرها ما هتطلع بصفر. وكذلك الحل لو دي 5 جذر 2 في جذر 2 يبقى 10، ودي 10 جذر 2 الزاويه ما بينهم 90، برضه عمرها ما هتطلع بصفر. يبقى القوه دي او المجموعه دي لا يمكن ان تتزن بسبب بسيط، ان اختزال القوتين دول، دي ب 10 جذر 2 ودي جذر 2 ق، الزاويه ما بينهم 90، يبقى اكيد ان عمره هنا ما هيحصل اتزان، لان قيمه القاف ده برقم صحيح ايه؟ موجب. ده سؤال حلو، يعتبر اتقل سؤال في الاختبار. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 3 قوى مستويه مقاديرها كذا وكذا تؤثر في نقطه م واتجاهاتها م ا م ب م ج. طالما يا هندسه م ا م ب م ج، قلت لك يفضل تخلي لي م هي نقطه الاصل، يعني كانك بترسم شبكه بيانيه بالشكل ده كده يا هندسه، وتقوم زي الشاطر عامل لي ان م نقطه الاصل. كلام جميل جدا. قال لك ان القوه 1 بتاثر في اتجاه الميم ا، و2 في اتجاه الميم ب، وجذر 3 في اتجاه الميم ج. قال لك قياس زاويه ا م ب 60. تمام؟ يعني انا دلوقتي يا هندسه ممكن اعمل زاويه هنا كده اهي، خليها بالازرق. خلاص دي زاويه صح؟ اهي ا م ب. الزاويه دي كام يا هندسه؟ قال لك دي 60 درجه. حلو قوي. ركز معايا، القوه 1 في اتجاه الميم ا، يبقى انا معايا هنا قوه 1. بعد كده يا هندسه القوه 2 في اتجاه الميم ب، ادي القوه 2 في اتجاه الميم ب. بعد كده يا هندسه بيقول لك ان انت معاك زاويه اسمها ب م ج قياسها 30 درجه. طيب ركز معايا بس، انا خليت دي نقطه الاصل. تمام؟ الزاويه دي 60، في زاويه هنا 30، هل ال 30 هتيجي هنا؟ لا يا باشمهندس، صح؟ لان انا بالنسبه لي يا هندسه مش هتفرق. بس قال لك بعد كده معلومه خطيره، ان زاويه ا م ج ب 90. ما ده منطقي، ليه؟ لان انت عندك زاويه ب م ج اللي هي الزاويه ده اهي بالشكل ده كده يا هندسه، هتبقى قياسها كام؟ هتبقى قياسها 30 اهي، ب م ج، صح؟ يبقى دي بالنسبه لي 30 ايه؟ 30 درجه. وطبعا قال لك ان هنا الجذر 3 بتاثر في الميم ج. طيب ركز بقى معايا. دلوقتي يا هندسه بيقول لي هات لي محصله القوه دي. بص بقى، احنا هنخلع من الشكل ده، بس الشكل ده كده مكلكع. هتقول لي انا مش عارف الزاويه هنا ومش قادر احدد يا هندسه، صح؟ لان انا بالنسبه لي ما عملتش دي كده على نقطه الاصل، فكان الافضل بالنسبه لنا نعمل حركه ظريفه جدا. بص انا بناقش معاك يا هندسه كل حاجه بتيجي في دماغك، يعني مش عايز اقول لك خد الحل اهو. تمام؟ بص بقى، ادي النقطه، مش زاويه ا م ج ب 90. خليك ذكي. يبقى انا يا هندسه بص هقوم عامل هنا وعامل هنا، اصل دي زاويه 90. تمام قوي. واسمها ايه؟ ا م ج. خلاص يبقى انا هحط الالف هنا والميم نقطه الاصل والجيم هنا يا هندسه. برافو عليك جدا. بعد كده انت قلت لي زاويه ا م ب 60 اهي يا هندسه، اقوم عامل زاويه مثلا هنا كده اهي، واقوم حاطط النقطه بقى اهي، يبقى الزاويه دي 60 درجه، يبقى الزاويه دي 30 درجه. بالله عليك الاسهل ده ولا ده؟ ده. فانا بفكر معاك وبعلمك ازاي تفكر ان انت تحط معطيات المساله صح. طيب انا دلوقتي معايا الواحد في اتجاه مين؟ الميم ا. بعد كده الاثنين في اتجاه الميم ب. بعد كده يا هندسه الجذر 3 في اتجاه الميم ج. بس يعتبر المساله خلصت. هو عايز مني المحصله. تمام؟ زي الفل. في طريقه سهله ان احنا ممكن نحلل القوه 2 مطرح ما تنام جاب التمام وهنا جه، وبعدين يبقى معايا قوتين متعامدتين. ولكن انا هشتغل لك بالطريقه التقليديه خالص يا هندسه اللي هي قوه وزاويه، وخصوصا ان ده سؤال ايه؟ سؤال مقالي. طيب
معايا 1 ومعايا 2 ومعايا جذر 3. القوة 1 زاويتها 0، القوة 2 عاملة 60، القوة جذر 3 عاملة كام؟ 90 درجة. بعد كده يا هندسة هنبتدي نجيب محصلة السين. قوة جتا زاوية، يبقى 1 جتا 0 زائد 2 جتا 60 زائد جذر 3 جتا 90. خلاص، جتا 90 دي بصفر يا هندسة. 1 جتا 0 ب1 و2 جتا 60 برضه ب1 يبقى 2. بعد كده هجيب لك محصلة الصاد اللي هي 1 جا 0 زائد 2 جا 60 زائد جذر 3 جا 90. 1 جا 0 بصفر، 2 جا 60 دي جذر 3 على 2 يبقى جذر 3، وجذر 3 جا 90 بجذر 3 يبقى 2 جذر 3. هنبتدي نحسب المحصلة اللي هي جذر س تربيع، يبقى 2 تربيع زائد ص تربيع اللي هي 2 جذر 3 الكل تربيع. يبقى انا معايا جذر 2 تربيع زائد 2 جذر 3 الكل تربيع، طلعت المحصلة ب4 وهو شغال بايه؟ بالنيوتن. بس خلي بالك هنا لازم نجيب مقدار المحصلة مقدار واتجاه، يعني لازم اجيب لك الظا ها او الظا سيتا اللي هي صاد على س، يعني 2 جذر 3 على الاثنين يعني جذر 3. شيفت تان جذر 3 يبقى زاوية ه ب 60 درجة. يعني المحصلة بتعمل زاوية 60 مع الاتجاه الموجب بمحور السينات، أو ممكن أقول له إن هي بتأثر في م ب ب م ب م م ب معذرة م ب، إن القوة كلها خارجة من النقطة دي يبقى بتأثر في مين يا هندسة؟ في م ب. يبقى تقول له بتعمل زاوية 60 مع الاتجاه الموجب بمحور السينات، أو ممكن تقول له بتأثر في اتجاه الميم ب. خلاص؟ ده كده السؤال المقالي الأول. السؤال المقالي الثاني سؤال قضيب هندسة، بيقول لي أ ب قضيب منتظم يبقى تأثير الوزن في المنتصف، طوله 60 وزنه 40 متصل بمفصل في حائط رأسي عند النقطة أ، حفظ القضيب في وضع أفقي بواسطة خيط خفيف يتصل بالطرف ب. طيب بدأنا نترجم صح؟ يا هندسة بص، أنا دلوقتي معايا حيطة، كلام جميل، وفي هندسة قضيب متصل بمفصل هنا، فطبيعي لو انا سايبه هيبقى واقع كده صح؟ تمام. المفصل ده بيتحرك فالقضيب ده بيتحرك كده. قال لك انا هعمل اتزان للقضيب ده في وضع افقي، يعني القضيب هيبقى عامل كده. هتقول لي يا باشمهندس مفيش منطق في الدنيا بيقول دي الف ودي ب. مفيش منطق في الدنيا بيقول ان القضيب ده هيفضل ثابت كده يا هندسه، صح؟ عندك حق. ليه؟ لان انا لو سبته هيقع، ده مفصل. فقال لك الراجل احنا جينا ربطناه بخيط من النقطه ب دي، ربطناه بخيط في نقطة تانية اسمها ج، وجيم بتقع أعلى أ رأسيا وقال لك إن إحنا ربطناه بخيط عند ب وبنقطة ج على الحائط بتاعته تعلو أ رأسيا بمسافة 60 سم، دي كده 60 سم. طب تعال نترجم الكلام الأول اللي هو أ ب قضيب منتصم طوله 60 وزنه 40، هيبقى هنا تأثير الوزن من المنتصف يا هندسة، يبقى أنا بالنسبة لي إن وزنه هينزل من هنا كده. كلام جميل جدا. وزنه كام؟ قال لك وزنه 40. وطالما منتظم لو سمينا النقطة دي د يبقى إذا دي قد دي. طب ما هو طوله 60 يبقى إذا دي يا هندسة 30 سم، ودي برضو كام؟ 30 سم. كلام جميل جدا. طيب بعد كده بيقول لي يا هندسة هات لي كل من مقدار الشد في الخيط ومقدار رد فعل الحائط. طبعا ب ج ماشي فيها الخيط، فاحنا نعمل تلاقي لخطوط العمل، هنمد ده على استقامته لحد يا هندسة ما يقطع مين؟ ما يقطع قوة الشد. يبقى احنا مدينا الوزن هوب هوب كده على استقامته، قام قاطع الشد هنا وليكن في نقطه اسمها ه. كلام جميل جدا. بعد كده رد فعل المفصل يقول لهم انا وراكم، درس تلاقي خطوط العمل يا عم عايزين الازرق طيب ركز بقى معايا. يبقى انا بالنسبه لي ادي رد فعل القضيب، رد فعل المفصل، وهنا بالنسبه لي ده الخيط، فهنا قوه الشد، والوزن بيوازي الحيطه الاسفل، يبقى هنا قوه الوزن الاسفل ممكن انقلها اللي هي 40 وسيبك من دي. اصبح معاك المثلث ه ج ا ده مثلث القوى، لان الثلاث قوى في ترتيب دوري واحد، يبقى المثلث الجميل ده هو مثلث القوى اللي انا هشتغل عليه هندسه. يبقى يهمني ان انا اجيب اطوال اضلاعه. وتعالى هنا نمشي مع هندسه الشكل واحده واحده. اولا يا هندسه الزاويه اللي هي 90 تمام، فانا اقدر اجيب لك الب ج من فيثاغورس، هيبقى عباره عن جذر ده كله 60 وده كله 60، يبقى 60 تربيع زائد 60 تربيع يبقى 60 جذر 2 يا هندسه سنتيمتر.
يبقى انا عرفت ان طول الوتر ده كله على بعضه 60 جذر 2. ركز بقى معايا في هندسه الشكل. طالما انا معايا د منتصف ب ا ورسمت الدال ه بيوازي الحيطه، كان معانا في تانية اعدادي لو نقطه في النص وده بيوازي يبقى اله في النص، يبقى اذا دي هندسه او الب ه قد اله ج. هندسه ما هي دي كلها 60 جذر 2، يبقى اذا اله ج نصها اللي هي 30 جذر 2. بعد كده يا هندسه عندنا الالف ه اسمه متوسط خارج من راس القايمه. ليه؟ لان ه بتنصف الوتر يبقى ده متوسط، طوله نص الوتر هيبقى طوله برده كام يا هندسه؟ يبقى 30 جذر 2. وعايز اقول لك ان انت خلصت. هناخد رد الفعل على الضلع بتاعها اللي هو 30 جذر 2 هيساوي الشد على الضلع بتاعها برده 30 جذر 2 هيساوي قوه الوزن اللي هي 40 على الضلع بتاعها اللي هو 60. ومن هنا طالما المقامين دول قد بعض يبقى اذا رد الفعل بيساوي الشد، هيساوي 30 جذر 2 مضروبه في 40 مقسومه على ال 60 يا هندسه. وعايز اقول لك انت كده خلصت. 30 جذر 2 مضروبه في 40 مقسومه على ال 60. ماشي، هي طلعت كسر فممكن نحسب من غير الجذر 2، يعني نضرب 30 في 40 على 60 دي ب 20 ونحط لها جذر 2 يبقى 20 جذر 2 والوحده اللي هو شغال بيها هي هندسه نيوتن. يبقى انا بالنسبه لي هي دي كده المساله، وبفضل الله احنا حلينا في المقالي افكار اصعب من كده بكتير جدا. ده كده النموذج الاول زي امتحان كتاب المدرسه اللي هو المفروض اعتقد انت بتحله في وقت ساعه او اقل، فباذن الله تعالى الموضوع سهل وبسيط جدا معاك. تعال نخش يا هندسه على الاختبار الثاني او النموذج الثاني. قوتان مقدارهم 6 و8 المحصله 10 يكون قياس الزاويه بينهم. قلت لك لما يديك القوتين والمحصله بتختبر اجمعهم 6 و8 14 ما بيساويش 10، اطرحهم 8 ناقص 6 2 ما بيساويش 10. ثالث اختبار مهم جدا جدا اللي هو جذر القوه الاولى تربيع 6 تربيع زائد القوه الثانيه تربيع 8 تربيع 6 8 10. الله، ده فعلا المحصله ب 10. طب ما احنا عارفين ان جذر ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع بتحصل لما القوتين يكونوا متعامدتين، يعني الزاويه ما بينهم 90 يا هندسه مباشره. طب انا بقى ما باخدش بالي من التفاصيل دي. بص، هتفتكر معايا ان ح تربيع بيساوي ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق 1 ق 2 جتا ي. قلت لك عشان تجيب جتا ي بص معايا وركز كده. ادي الح تربيع ق 1 تربيع لما تروح يبقى سالب ق 1 تربيع، ق 2 تربيع لما تروح سالب ق 2 تربيع، وتقسم على المعامل بتاعها اللي هو 2 ق 1 ق 2. قانون لذيذ وسهل. المحصله ب 10 يبقى 10 تربيع ناقص القوه الاولى 6 تربيع ناقص القوه الثانيه 8 تربيع على 2 في القوه الاولى اللي هي 6 في القوه الثانيه اللي هي 8. لما تيجي تحسب دي يا هندسه هتلاقي البسط بصفر وصفر على اي حاجه بصفر. هتعمل لي بعد كده شيفت كوزين صفر. الجتا بتساوي صفر عند 90 و270 واحنا قلنا في القوه اخرنا 180 يبقى هي اكيد 90 درجه. يبقى سواء افتكرت المعلومه دي او المعلومه دي انت كده خلصت مسالتك بفضل الله تعالى. السؤال اللي بعده بيقول لي قوتان متلاقتين في نقطه مقدارهم 7 وق والمحصله تنصف الزاويه بينهما فان ق ناقص 1. هندسه طالما المحصله بتنصف الزاويه بينهم يبقى القوتين متساويتين، يبقى اكيد يا هندسه ان دول قد بعض، يا اكيد ان القاف بيساوي 7. طب هو الراجل عايز القاف؟ لا، هو قال لك ق ناقص 1 يبقى ق ناقص الواحد عباره عن 7 ناقص 1 بيساوي 6. يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو اختيارنا الصح. السؤال اللي بعد كده يا هندسه بيقول لي اذا حللنا القوه ح الى مركبتين ق 1 وق 2 ق 1. اكتر سؤال بيجي في امتحانات الشهر وبيجي في امتحانات الترم وبيجي في كل وقت كتير جدا جدا، وما تخرج من الامتحان هتاكد لي الكلام ده. تمام. الوقت يا هندسه ده اسمه تحليل القوه في اتجاهين معلومين. يعني انا هقول ق 1 على ج الزاويه بين القوتين التانيين يبقى ق 1 على ج 30 هيساوي يا هندسه ق 2 على ج الزاويه بين القوتين التانيين يبقى ق 2 على ج 45 هيساوي يا هندسه المحصله اللي هي 12 على ج مجموع الزاويتين 30 و45 75. الراجل عايز ق 1 يبقى انت اشتغل يا هندسه النسبه دي مع النسبه دي. يعني انا عايز منك ق 1 يبقى هتساوي 12 ج 30 مقسومه على ج 75.
هل يا هندسه في اي اجابه فيهم فيها مقام؟ لا يا هندسه. تمام، انا اخلص من المقام ده. يبقى دي 12 جا 30، الجا بتطلع فوق تبقى قتا، يبقى دي قتا نفس الزاويه 75. هل في اجابه من الاجابات فيها دالتين مثلثتين؟ لا. هل في اي اجابه من الاجابات فيها جا؟ لا. يبقى هو تخلص من الجا. طب ما انت عندك ان جا 30 بكام؟ بنص، يبقى 12 في نص ب6، يبقى الاجابه 6 قتا 75. في ناس بتحسب دي بالاله وبعدين تحسب الاربع اجابات، مفيش مشكله، ولكن اتعلم المهاره دي هتوفر معاك وقت كبير جدا ان شاء الله. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت محصله القوى المبينه تؤثر في محور الصادات فان قيمه القاف. طيب ركز يا هندسه، الراجل بيقول لك ان المحصله بتاثر في محور الصادات فوق او تحت مش هتفرق معايا صدقني. بمعنى لو المحصله جايه هنا دي 30 ودي كلها 90 يبقى هنا 60، دي برضو 30 ودي كلها 90 يبقى هنا 60. هتقول لي يا باشمهندس ما يمكن هنا مثلا تبقى لتحت، يعني مثلا دي 90 و30 ما هي دي 120، ودي 90 و30 دي 120. طب ما اللي فوق 120 يا هندسه. او في واحد تاني هيقول لي اصلا يا هندسه دي 120 ودي 120 و120 دول ثلاث قوى متلاقيين في نقطه، وطالما الثلاث زوايا ما بين القوى قد بعض يبقى الثلاث زوايا قد بعض كل واحده ب 120، يبقى الثلاث قوى قد بعض. فدي الطريقه الاولى. هتقول لي يا باشمهندس الثلاثه قد بعض ازاي؟ ده دي 8 ودي 6 ودي ق، ما ينفعش طبعا. لا ما ينفعش. هنا هتقول لي دي 90 و30، هنا مش بتحقق قاعده لام لانه بيقول لك بتاثر في محور الصادات مش القوه متزنه. لا معذره، ما ينفعش نستعمل الطريقه دي. تمام. كانت تنفع امتى؟ ان الثلاثه قد بعض لو كان بيقول لي ان القوه متزنه، انما هنا بيقول لي ان القوه بتاثر في الصاد. سهله جدا على فكره. دي 60 ودي 60، يعني المحصله هنا بتنصف الزاويه ما بينهم. تقول لي ما يمكن تحت، برضه هتنصف الزاويه ما بينهم لان دي 120 و120. فطالما المحصله بتنصف الزاويه ما بين الاثنين دول يبقى اذا الاثنين دول متساويتين، يعني بالنسبه لي ان قيمه ق ب6. تيجي احلها لك كمان حل ما عنديش ادنى مشكله. ركز معايا. يعني ايه المحصله بتاثر يا هندسه في محور الصادات؟ ده معناه ان محصله السينات بتساوي صفر. محصله السينات بايه؟ بصفر يا هندسه زي ما انت سمعت. طيب هنعملها قوه وزاويه مع انها رخمه شويه بس هقولها لك برضه. قوه وزاويه. معايا هندسه 6 ومعايا ق ومعايا 8. القوه 6 بتعمل مع س الموجب 30 درجه. القوه ق بتعمل دي كلها اللي هي 180 ناقص 30 150 درجه. 8 في اتجاه محور الصادات السالب 270 درجه. محصلة السينات بصفر والسين بتيجي عن طريق قوة جتا زاوية، يبقى 6 جتا 30 زائد ق جتا 150 زائد 8 جتا 270 بيساوي صفر. طب ما دي هندسة بصفر. جميل جدا، ما انت خلصت. 6 جتا 30 6 كوزين 30 ب 3 جذر 3. طيب بعد كده كوزين 150 بسالب جذر 3 على 2، يبقى سالب جذر 3 على 2 ق بيساوي صفر. اقسم المسألة كلها على جذر 3 يبقى 3 ناقص نص ق بيساوي صفر. ودي دي يا هندسة يبقى إذا نص ق بيساوي 3. اضرب هنا في 2 وهنا في 2 فدي تطير فيطلع ان ق 3 في 2 ب6. بس خلاص. دي طريقة تانية يا هندسة، أهم حاجة عندي إن أنت تكون فاهمها بفضل الله تعالى، وفرقت لك ما بينها وما بين ما يقول متزن. طيب. بعد كده بيقول لي ألف نقطة مادية متزنة تحت تأثير بص هنا قال لي إيه؟ متزنة. حلو. تحت تأثير القوى الثلاثة بالشكل حيث ق تتزن مع القوتين مقدار كل منهما 8 وتصنع مع كل منهما زاوية 120 فإن القاف. بص الطريقة السهلة دول ثلاث قوى في حالة اتزان، دي 120 120 240 يبقى دي 120. طالما الثلاث زوايا قد بعض والقوى في حالة اتزان يبقى الثلاث قوى قد بعض، يبقى إذا القاف ب 8. واحد تاني هيقول لي طالما في اتزان يبقى بتحقق لامي، يعني 8 على جا 120 بتساوي ق على جا 120 طالما المقام بيساوي المقام البسط بيساوي البسط. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة يا هندسة إن محصلة أي اتنين بيساوي الثالثة، يعني محصلة 8 و8 اللي هم الزاوية ما بينهم 120 بتساوي ق. طب ما هي هندسة طالما معايا قوتين متساويتين في المقدار الزاوية ما بينهم 120 يبقى المحصلة بتساوي إحدى القوتين يبقى برضه بتساوي 8. يبقى أنا قلت لك ثلاث طرق ممكن تحل بيهم السؤال ده.
السؤال اللي بعده، وضع جسم وزنه واو نيوتن على مستوى يميل على الافقي بزاويه 30. حفظ الجسم حالة توازن بتأثير قوة مقدارها كذا تعمل في اتجاه خط أكبر من المستوى الأعلى. واحدة واحدة. آدي الأفق وآدي المستوى المائل. قال لك إن وضع جسم وزنه واو، آدي الجسم يا هندسة أهو. وزي ما كلنا عارفين إن الوزن تأثيره عمودي لأسفل. كلام جميل. ورد الفعل بيكون عمودي على المستوى برضه بالمرة. رد الفعل. وهنا الوزن اللي هو وزنه واو على مستوى يميل على الافق، وقلنا نركز بيميل على الافق ولا الراس، دي زاويه 30. حفظ الجسم في حاله توازن بتاثير قوه مقدارها كذا في اتجاه خط اكبر ميل اهو. القوه مقدارها 36 بتعمل في اتجاه مين؟ اكبر ميل يا هندسه. جميل جدا. طيب بص معايا، هو عايز مني مقدار الوزن، الموضوع بسيط جدا جدا. قلنا دايما الزاويه من رد الفعل والوزن اللي هي دي 180 ناقص زاويه ميل المستوى، يعني 180 ناقص 30 150. حلو. والزاويه من رد الفعل والمستوى 90. بقى معايا 90 و150 240. شيلهم كده من 360 يفضل لك 120، يبقى الزاويه دي كام؟ 120. كلام جميل. يلا هنقول 36 على جهه الزاويه اللي قصادها، يبقى 36 على جهه 150 يا هندسه. هيساوي واو على جهه الزاويه اللي قصادها، يبقى واو على جهه كام؟ جهه 90، وجهه 90 فيها الواحد. يبقى اذا الوزن 36 على جهه 150 ب 72. يبقى اذا قيمه الوزن ب 72 نيوتن اللي هو الاختيار ج. طيب هنخش على السؤال المقالي الاول. حللت القوة التي مقدارها 40 نيوتن إلى مركبتين ق واحد ق 2 كما هو موضح بالرسم. هات لي مقدار ق واحد ق 2. طيب ممكن نعملها بمثلث القوى وممكن نعملها بتحليل قوة في اتجاهين معلومين. أعتقد الموضوع بسيط جدا يعني. بس أنا يا هندسة كده واضح معايا أو أنا شايف كده إن في أطوال في المسألة. ماشي. طيب بص معايا وركز. أولا او تعالى نحلها بمثلث القوى. هتلاقي ان القوه مش في ترتيب دوري واحد على فكره. ليه؟ لان هنا كده هيبقى ق واحد ماشي ماشيه كده، دي ق 2 الوزن بيوازي الحيطه لتحت فدي يبقى ماشيه كده، فدول ماشيين كده لازم يبقى ده طالع لفوق، فهنا مثلث القوه مش هينفع. فده سؤال حلو. طب هنعمل ايه؟ هقول لك يا هندسه الموضوع بسيط. انت حضرتك لو بتقول لي ان الزاويه دي ه والزاويه دي 90 صح؟ شيل منها اله كده يبقى قصدك ان الزاويه دي يعني 90 ناقص ه. مظبوط يا هندسه. ماشي. تعالى بقى ق واحد على جا الزاويه بين القوتين التانيين، يعني ق واحد على جا 90 ناقص ه هيساوي ق 2 يا هندسه على جا الزاويه البعيده اللي هي جا 90 هيساوي يا هندسه الوزن اللي هو 40 ده على جا مجموع الزاويتين دول 90 و90 يبقى 180 ناقص ه. 90 ناقص في ربع الاول كل الدوال الموجبه و90 هتغير الجا تخليها جتا، وهنا 180 ناقص في ربع الثاني والجا موجبه وال180 ما بتغيرش تخليها جا. يبقى حضرتك مطلوب منك حاجتين بساط قوي، جتا اهي وجا اهي. هندسه دي ا ب 6 ب ج 8 هقدر احسب لك الالف ج من فيثاغورس عباره عن جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع يطلع ب 10 سم. يبقى ده بكام يا هندسه؟ ب 10. طب ممكن تقول لي الجا ه بكام؟ مقابل على وتر 8 على 10 يعني 4 على 5. طب ممكن تقول لي جتا ه بكام يا هندسه؟ حاضر. مجاور على وتر يعني 6 على 10 اللي هي تعتبر 3 على 5. جميل جدا. هندسه ماشي، انت عايز القاف واحد صح؟ هتبقى عباره عن ايه؟ ده في ده على ده، يعني 40 جتا ه على جا ه. طب لو انت عايز قاف 2 ده في ده على ده، يعني 40 جا 90 على جا ه. يلا 40 في جتا ه 3 على 5 على جا ه 4 على 5 ونحسب دي، شيل الخمسة مع الخمسة 40 على 4 فعلى 10 10 في 3 ب 30 ويبقى بالنسبة لي نيوتن. طيب جا 90 بواحد وجا ه دي بكام يا هندسة؟ ب4 على 5. مقام المقام بسط يبقى 40 على 4 فعلى 10 10 في 5 بكام يا هندسة؟ ب 50. فده تطلع إن شاء الله تعالى بكام؟ ب 50 نيوتن. تمام؟ يبقى أنا بالنسبة لي كده يا هندسة جبت القاف واحد وجبت القاف مين؟ القاف 2 بكل بساطة.
السؤال المقالي الثاني: علق ثقل مقداره 200 ثقل جرام بخيطين طولهم 60 و80 والنقطتين على خط افقي واحد، البعد ما بينهم 100. بص يا هندسه، في ثقل متعلق بخيطين، الخيطين على خط افقي واحد. يعني مثلا لو ده الخط الافقي فادي خيط وادي الثاني وادي الثقل بالظبط كده، او الثقل اهي يا هندسه اللي هو وزنه 200 متعلق بخيطين، ده الخيط الاول يبقى فيه شين واحد مثلا، ده الخيط الثاني يبقى فيه شين 2 مثلا. قال لك ان طول الخيطين واحد ب 60 سم والثاني ب 80 سم يا هندسه. قال لك متعلق بخيطين البعد ما بينهم 100. حلو، هات لي مقدار الشد في كل من الخيطين. ده برضه مثلث قوى عمودي، بس دي محتاجين نثبتها بس يا هندسه. ازاي؟ هنستعمل عكس فيثاغورس. يعني مثلا دي الالف ودي الب ودي الجيم. هقول له بما ان الف ج الكل تربيع بيساوي الف ب الكل تربيع زائد ب ج الكل تربيع. ازاي يعني؟ ما هو الالف ج تربيع اللي هي 100 تربيع بتساوي 60 تربيع زائد 80 تربيع بتساوي 10000. يبقى انا كده اثبتت ان المثلث ده قائم في ب، فاصبح مثلث قوى عمودي. فشين واحد على الضلع اللي هي عموديه عليه يبقى شين واحد على ال 80 هيساوي يا هندسه شين 2 على الضلع العموديه عليه يبقى شين 2 على ال 60 هيساوي يا هندسه ال 200 على الضلع العموديه عليه. وقلنا بنعرفه ازاي؟ لو انا مديت ده كده على استقامته هنلاقيه عمودي على الوتر اللي هو 100، يبقى دي 200 على ال 100. 200 على ال 100 فيها الاثنين يا هندسه، يبقى اذا شين واحد عباره عن 80 في 2 ب 160 نيوتن، او مش نيوتن، هو شغال بالثقل جرام مفيش مشكله نفس الوحده. يبقى يا هندسه هنا ثقل ايه؟ ثقل جرام. طب بالنسبه لشين 2 ده في ده يبقى 60 في 2 ب 120 ثقل ايه؟ ثقل جرام. يبقى احنا كده جبنا الشد الاول والشد الثاني. خلاص. بس يا هندسه هي دي كده نهايه المراجعه بتاعتنا، مراجعه خفيفه وبسيطه بتفكرك بالافكار الاساسيه، وباذن الله تعالى هتلاقي منها كتير ان شاء الله تعالى في امتحان شهر اكتوبر. عايزك تكون مطمن ومش من قلقان، يعني على مدار 3 سنين اهو بفضل الله تعالى امتحان شهر اكتوبر بسيط وسهل جدا، بيجي مباشر لابعد درجه. في ادارات بتحب تحط سؤال بفكره شويه، ولكن انت لو شفت الاخطر والمقال معانا صدقني مفيش يعني لحد دلوقتي بفضل الله مفيش سؤال طلع منهم خلاص، ولكن تركز على الاسئله دي تعرف فكرتها في غايه الاهميه بفضل الله تعالى. ربنا معاكم ووفقكم واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.